واش فعلا المنتخب المغربي قادر يربح المنتخب البرازيلي رغم الغيابات الوازنه اللي عندنا في الجهه اليسرى؟ الجواب هو نعم، ولكن بشرط. واليوم غادي نشوفوا ان شاء الله الخطه والتشكيله اللي نقدروا نعتمدوا عليها باش نوقفوا المنتخب البرازيلي ونكبحوا اهم نقاط القوه اللي عندهم والاسلحه اللي كيعتمدوا عليها. كنت قبل ما نبداو، قبل من كل شيء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، متتبعي ومتابعات قناه بروفيسور الفوت، في حلقة جديدة إن شاء الله اللي نتمناو أنها تكون ممتعة وتعجبكم. وباش ما نطولوش عليكم نبداو على بركة الله. دونك غتكون هذه في نظري أنا أحسن تشكيلة اللي نقدو نخرجوا بها ماتش المنتخب البرازيلي، ونخرجوا بواحد النتيجة مزيانة إن شاء الله. غيكون ياسين بونو في حراسة المرمى، ما غاديش تناقشوا عليها جوج. بالنسبة لخط الدفاع كنظن أنه غيكون ما عندناش بديل الصراحة على عيسى ديوب. كون كان نايف أجرد واجد كنا غادي نعطيو التوني نايف أجرد، وغادي يكون من أول اللاعبين في الخط ديال لاكس ديال المنتخب المغربي. أما بالنسبة لدابا مازال ما كاينش حتى شي جديد على على الحالة البدنية ديال نايف أجرد، واش جاهز أنه يبدا المقابلات الجاية ولا مازال إن شاء الله غادي يدخل في المونديال والمباريات بشكل تدريجي. أما بجانب عيسى ديوب فغيكون بدون شك شادي رياض، اللي قدم الصراحة البارح ماتش كبير ضد المنتخب النرويجي. وشادي رياض الصراحة أنا كنثق فيه في هذا المركز هذا، نظرا للفورمة اللي بدا كيكتسبها مع هاد المقابلات الآخرين، آخرها الماتش ديال الكونفيرونس ليغ، الفينال ديال الكونفيرونس ليغ، والماتشات اللي كنلعب في الدوري الإنجليزي قبل منه كان دار مقابلات الصراحة مزيانة، وبدا كيشد الفورمة شادي رياض. وكنظن انه غيكون هو الاحق في هذا المركز هذا. كاين رضوان حلحال صراحه اللي حتى هو عنده قراءه اللاعب مزيانه وعنده داك الخروج بالكره مزيان، ولكن بالنسبه لي انا الصراحه ما كان بالنسبه لي انا الصراحه ما كنثقش بزاف في رضوان حلحال، وكيجيني مازال ماشي داك النيفو اللي غادي نعولوا عليه يكون هو الاساسي في دفاع المنتخب المغربي. دونك انا بالنسبه لشادي رياض كيعطيني الامان اكثر في هذا الموقع، دونك غيكون شادي رياض. بالنسبة للظهير الأيمن غيكون الكابيتان وأحد لي بيلي ديال الفرقة أشرف حكيمي، أحسن ظهير أيمن في العالم، دونك لا نقاش فيها. أما بالنسبة للظهير الأيسر وهنا المعضلة الكبرى، اللي كان غيكون الحاج نصير المزراوي الصراحة، اللي كان كيدوز فورمة كبيرة حتى هو داير ماتشات واعرين هذا الموسم. الحاج الصراحة كان من أحسن اللاعبين في كأس أفريقيا اللي دازت، والصراحه كنتاسفوا بزاف على الاصابه اللي صارت ليها الحاج نصير المزراوي. كان غادي يعاوننا بزاف في هذا الماتش ديال البرازيل، حيتاش كان غيكون في الجهه ديال رافينيا اللي كيتعتبر من اقوى الاسلحه عند المنتخب البرازيلي بالاضافه لفينيسيوس جونيور. ولا شفتو في الماتش الاخير ضد المنتخب المصري، الصراحه رافينيا كان من اقوى الاسلحه عند المنتخب البرازيلي، وكان شكل خطر كبير على مرمى المنتخب المصري. دونك كون كان الحاج نصير المزراوي كان غيهنينا من هذا المركز هذا، وكنا نكونوا واثقين فيه انه يقدر يكبح داك القوه ديال رافينيا ويهنينا من هذا المركز هذا. ولكن ما عندنا ما نديرو، قدر الله ما شاء فعل. جات هاد الاصابه هذه اللي كنتمناو انها تكون خفيفه، وحسب الاخبار الاخيره والمستجدات الاخيره انه نصير مزراوي غيغيب فقط عن لقاء المنتخب البرازيلي الاخر، حيتاش التقرير الطبي كيقول انه عنده فقط واحد الكدمه خفيفه، وغادي يكون حاضر ان شاء الله في باقي المباريات ابتداء من مباراه اسكتلندا. دونك في هذا المركز هذا كاين يوسف بن العمري اللي الصراحه ما غاديش نقدروا نعتمدوا عليه نظرا لاخر اداء قدمه ضد المنتخب النرويجي. الصراحه اللي كان اداء ما قنعناش بزاف، وكان اداء كان بزاف ديال الاخطاء. دونك غادي نحاولوا نعتمدوا في هذا المركز هذا على انس صلاح الدين، اللي صراحه حتى هو كيعاني من واحد الاصابه طفيفه، ولكن نتمنى ان شاء الله يكون واجد ضد المنتخب البرازيلي. اما بالنسبه لخط الوسط، في الاول كانت كتبان لي في الشوفه انه سفيان امرابط ونايل العناوي، انه سفيان امرابط يقد يعاوننا في هذا الماتش هذا، نظرا لديك القوه والتحامات البدنيه اللي كيلعبوا بها خط وسط المنتخب البرازيلي. ولكن بعد المقابله الاخيره اللي دارها ايوب بوعدي كنظن انه احسن خط وسط اللي قدروا ندخلوا به ضد المنتخب البرازيلي هو انه يكون نايل العناوي، ويكون بالجانب ديالو ايوب بوعدي. ايوب بوعدي بين لنا انه
لعاب اللي ذكي بزاف تبارك الله، وحتى التكتيك مواقف مزيان، كيحاول ياخذ الكره ديالو كما كنقولوا حنا سون فوت بالدارجه العاميه ديالنا، بدون اي اخطاء، عكس سفيان امرابط اللي كيكون بعض الاحيان اللاعب ديالو متهور، ويقدر يقدر يعطي الخصم اخطاء امام منطقه الجزاء ديالك، بالاضافه لذاك التقنيه ديالو في استخراج الكره الصراحه. اما ايوب بوعدي فهو تبارك الله لاعب خفيف، رجلو خفيفه وذكي بزاف وتكتيكيا، ان شاء الله نتمناو في هذا المونديال هذا يبصم على مشوار رائع، ويكون ان شاء الله من نجوم مونديال. دونك غيكون هذا هو خط الوسط اللي غيكون ايوب بوعدي، وغيكون حداه هنايا العناوي اللي ما كيتناقشوش عليه جوج، انه هو اول واحد كتعطيه تونس صراحه في خط الوسط المنتخب المغربي، وعاد كتشوف شكون غادي يلعب حداه. اما بالنسبه للنيميرو 10 العشرة، ما يتناقشوش جوج على الموهبه الكبيره ديال عز الدين اناحي، اللي تبارك الله لعاب رقيقي بزاف ومن احسن العشراوات اللي كاينين في العالم، وتا دابا كيدوز فورما صراحه كبيره عز الدين اناحي. ولكن في هذه المقابله هذه بالضبط كنظن انه نقدو نعتمدوا في هذه المقابله هذه بالضبط على بلال الخنوس، اللي يكون هو في مركز العشرة، وكنظن ان حتى وهبي غيمشي مع هذا النهج هذا. علاش؟ لان بلال الخنوس كيتعتبر لاعب تكتيكي بدرجه عاليه جدا، وعنده واحد الوعي تكتيكي وواحد الذكاء تكتيكي اللي كنلقاوه قليل عند اللعابه اللي كيلعبوا في هذا البوست هذا. وباش كيعجبك بلال الخنوس انه في الضغط العالي وفي الضغط العكسي تبارك الله من احسن العشراوات اللي كيديروا الضغط العالي والضغط العكسي بواحد الطريقه اللي رائعه، وتا بدنيا داك الالتحامات البدنيه كيعاون خط الوسط. دونك غيكون بلال الخنوس في نظري انا احسن اختيار لهذه المباراه هذه. اما بالنسبه للاروقه والاجنحه دونك ما كيختلفوا الجوج ان الرواق الايمن غادي يكون فيه ابراهيم دياز بدون اي نقاش. تبارك الله ابراهيم دياز كيدوز من فورمه كبيره، ومع المنتخب المغربي دائما ما كيكون متالق، وخير دليل ديك 10 دقائق الاخرى اللي دخل بمدغشقر دغيا وصل للشبكه، والماتش اللي داز اللي تبارك الله اللي ماركا الهدف الاول، وكان قريب من انه يماركي اهداف واحده اخرى اللي منعوا منها شويه ديال التركيز، كان قادر ابراهيم دياز يضيف اهداف واحده اخرى. أما في الجهة المعاكسة والرواق الأيسر، نظرا للإصابة اللي تأسفنا عليها بزاف ديال عبد الصمد الزلزولي، اللي لحد الآن مازال ما كايناش شي أخبار رسمية واش أنه مشى للمونديال كله، ولا يقدر يكون واجد في الدور الثاني مثلا ولا المقابلة الثالثة لبنما. اللي شبه رسمي واللي رسمي هو أنه عبد الصمد الزلزولي ما كاينش مقابلة البرازيل. دونك غادي نعانيو من الغياب ديال عبد الصمد الزلزولي، والدور الكبير اللي كيعتمد عليه محمد وهبي في النهج ديالو والتكتيك ديالو، حيت هو من اهم اللعابه اللي كينجحوا النهج ديال محمد وهبي نظرا للسرعه ديالو، وزيد داك لي ترانزيسيون غابيد اللي كيحاول يلعب عليهم الكوتش محمد وهبي. كيكون الزلزولي من اهم اللعابه اللي كينجحوا له داك لي ترانزيسيون غابيد في هذه الجهه هذه. قدر الله وما شاء فعل. ان شاء الله خيرها في غيرها، ونتمناو الشفاء العاجل لعبد الصمد الزلزولي. في المركز ديال عبد الصمد الزلزولي كنظن انه شمس الدين الطالبي الا كان واجد هو اللي غادي يكون في هذا المركز هذا، ما عندناش بدلاء اخرين. كاين المدرب وهبي باقي عنده الحق انه يعوض عبد الصمد الزلزولي باحد اللاعبين، كنظن معما ولا سفيان بوفال، وكاين بزاف د اللاعبين في النقاش. كاين بعض الناس اللي كيقول لك لا راه ما عندوش الحق خصو ياخذ من اللائحه الاحتياطيه، ولكن ماشي بالضروري. انا كنظن ان محمد وهبي داك اللائحه الاحتياطيه خدم معاه فقط اللاعبين اللي ما غاديش يكون ما غاديش يشكلوا له مشكل في الفيستير، وغادي يكونوا ادابطين واخا حطهم في اللائحه الاحتياطيه ولا تحتيهم. اما بالنسبه لهاد المباراه هذه ولهاد القائمه هذه، فيمكن له انه ياخذ من ديك القائمه الموسعه اللي فيها سفيان بوفال وعثمان معمه. وكنظن ان عثمان معمه من اهم لي بروفيل الصراحه، البروفيل ديالو قريب بزاف لعبد الصمد الزلزولي، ويقدر يكون حتى هو حل فعال في هذا المونديال هذا ان شاء الله. نتسناو الجديد ونتسناو المستجدات ديال الاصابه ديال اللاعبين ديالنا، وان شاء الله نتمناو خير للجميع. دونك لكن شمس الدين طالبي واجد 100% غادي يقدر يكون هنا شمس الدين طالبي. واما بالنسبه لمركز راس الحربه فمحمد وهبي كما عودناكم، راه كما عودنا راه كيعتمد على اللاعب اسماعيل الصيباري. اسماعيل الصيباري اللي كيلعب كمهاجم وهمي. غير للمعلومه الطريقه اللي كيلعب بها اسماعيل الصيباري المهاجم الوهمي اسماعيل الصيباري مع الكوتش محمد وهبي ماشي هي الطريقه اللي كان كيلعب بها غوارديولا المهاجم الوهمي، ماشي هي الطريقه اللي كان كيلعب بها يورغان كلوب المهاجم الوهمي. دونك كل مدرب والادوار التكتيكيه اللي كيطلب من المهاجم الوهمي ديالو انه يديرها. اما بالنسبه ليا اسماعيل الصيباري كيبقى خيار جيد،
ولكن كنظن انه حتى سفيان رحيمي يقدر يكون حل ممتاز في هذه المواجهه هذه. تقول لي علاش سفيان رحيمي؟ حيت سفيان رحيمي فاش حطيناه في الرواق راه الصراحه ما بانش مزيان، كان عنده بان ناقص شويه. ولكن بما انه المنتخب البرازيلي، نظرا لان المنتخب البرازيلي فاش كيهاجموا راه كيخليو واحد المساحات مهوله في الدار ديالهم الصراحه. لا اللاعب ماركينيوس، لا اللاعب غابرييل، لا اللاعب اللي كيلعب معاهم في الحاله الهجوميه ديالهم الصراحه كيخليو واحد كما قلنا واحد المساحات مهوله في الدار ديالهم. وهذا الشيء اللي يقدر يستغلو سفيان رحيمي، اللي كيتعتبر من احسن المهاجمين ديالنا اللي كيلعب في الظهر. اكثر نقطه ديال القوه ديال سفيان رحيمي هي فاش كيلقى دفاع متقدم وكيلعب في الظهر ديالهم. دونك سفيان رحيمي يقدر يكون حل حتى هو في هذه المواجهه هذه. كنظن، ولكن كنظن انا انه الكوتش محمد وهبي غادي يلعب اسماعيل الصباري، ويقدر يكون سفيان رحيمي كبديل مثلا في الدقيقه 65. نتمناو خير ان شاء الله. دونك في نظري انا هذه هي التشكيله اللي نقدو نوقفوا بها المنتخب البرازيلي ان شاء الله، ونكبحوا نقاط القوه ديالو. هذا فيديو كان فقط للتشكيله اللي تقدر توقف المنتخب البرازيلي. في فيديوهات اخرين غادي ندوي على الامور التكتيكيه وكيفاش غادي نقدو نوقفوا لهذا المنتخب البرازيلي، وشنو النهج اللي غنستعملوا، وكيفاش غنوقفوا تكتيكيا ان شاء الله باش نربحوا هذه المقابله هذه وتكون فيها الخير وبدايه مونديال ان شاء الله رائعه. في انتظار العوده ديال اللاعبين ديالنا المصابين كما قلنا، اللي نصير مزراوي غيكون حاضر بدايه المقابله الثانيه، وعاد الصمد الزلزاوي نتسناو ليه خير ان شاء الله، ونتمناو المنتخب المغربي ان شاء الله يفرحنا ويفرح كاع المغاربه. والفيديو الجاي ان شاء الله غندوي على الامور التكتيكيه وكيفاش غيكون الطريقه والنهج ديال محمد وهبي، مع انه رانا بزاف ديال الحوايج زوينين الصراحه في مقابله في الشوط الاول ديال المقابله ديال النرويج. كيفاش كان كيعتمد على ديك لي ترانزيسيون رابيد، كيفاش كان كيطلع حكيمي، كيفاش كان كيغطي ايوب بوعدي في الدار ديالو، كيفاش ان نصير مزراوي في الاول فاش كان نايل العناوي كيدير ديك الزياده العدديه، كنا كنشوفوا ان نصير مزراوي حتى هو اللي كيغطي الدور كان كيغطي الدار ديالو. الصراحه شفنا بزاف ديال الحوايج زوينين في الشوط الاول ديال النرويج. نتمناو ان شاء الله نكملوا بهذا النهج هذا، ونتمناو دائما الخير للمنتخب المغربي. كان معكم البروفيسور دلفوت، نتشافوا في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.